عزيزي المشاهد الجميل، كم مرة كده وانت قاعد مع نفسك تخيلت لو انت تكون باتمان وانت فعلا اللي تنقذ المدينة ويبقى اسمك فارس الظلام ويجي شخصية الجوكر في وشك ويقول لك why so serious، وفقت لنفسك وقلت ايه يا عم الهري اللي انا بهري لنفسي ده؟ مفيش حاجة اسمها كده ابدا. لكن خليني اقول لك ان انا النهارده جايب لك وصفة هتخليك فعلا باتمان. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة كريبتو. لكن في الأول خلينا نتكلم شوية ونعرف قصة باتمان دي بدأت إزاي وبدأت منين وليه. باتمان هي شخصية خيالية ابتكرتها شركة دي سي كوميكس سنة 1939 على إيد بيل فينجر وبوب كين. باختصار كده إن القصة بتحكي إن في ملياردير اسمه بروس وين، وده أبوه وأمه اتقتلوا وهو صغير قدام عينه لما كانوا طالعين من عرض مسرحي. بسبب ان ابوه وامه ماتوا قدام عينه بطلق ناري، قرر ان هو يكون محارب للجريمه وان هو يوقف الجريمه تماما بدون ما يستعمل اي اسلحه. قرر ان هو هيستخدم عضلاته ومخه وذكائه في محاربه كل انواع الجريمه جوه المدينه. لكن بروس وين في الاول وفي الاخر هو بني ادم عادي ليه نقطه ضعف، لكن كانت نقطه ضعفه يمكن تكون غريبه حبتين. لكن نقطه ضعف بروس وين كانت الخفاش، وبسبب خوفه الدايم من الخفاش قرر ان هو يلبس بدلة خفاش ويحارب بيها الشر. لكن باتمان كان سيء الحظ جدا في مواعيد شغله، دايما كان بينزل نايت، عمره ما نزل شيفت مورنينج ابدا، كان كل شغله دايما بالليل بس. خليني اقول لك ان هو من كتر ما كان بينزل بالليل اتسمى بفارس الظلام. برغم ان باتمان ما كانش عنده اي قوة خارقة زي ثور وهالك وكابتن امريكا، لكنه كان بيستخدم التكنولوجيا والمخ والعضلات في محاربة الجريمة. وزي اي حاجة في الدنيا بتتطور، برضو قصة باتمان مرت بشوية تطورات والشخصية اخدت شوية من الاشكال. زي اول مرة ظهر فيها باتمان كان لابس بدلة حمراء لدرجة ان الناس كانت بتشبهه جدا بسوبرمان. لكن طبعا المطورين فضلوا يطوروا فيه على مر السنين لحد ما وصل للشكل اللي احنا عارفينه. لكن قبل ما اقول لك ازاي هتكون باتمان، خليني بس اجاوب على السؤال اللي موجود في مخك دلوقتي: ليه عايز تكون باتمان؟ بس خليني احكي لك على تجربة حصلت في جامعة كيوتو في اليابان، يمكن هتجاوبك على السؤال اللي بيدور في دماغك دلوقتي. الجامعة جابت شوية بيبيهات صغيرين ما عندوش الست شهور، اللي هم لسه حتى ما يمتلكوش اي قدرة على التعبير وعلى الكلام. جابوا قدامهم فيديوهات رسوم متحركة لشخص بيطارد شخص تاني، وعرضوا الفيديو ده بثلاث نتائج مختلفة. وكان من نتائج الفيديو دي نتيجتين. كانت النتيجة الأولى إن الشخص المطارد بيهرب من المكان بدون ما يساعده أي حد، والنتيجة التانية كانت إن الشخص المطارد بيهرب لكن بمساعدة حد. والمفاجأة كانت دايما الأطفال بتميل للشخص اللي بينقذ الشخص المطارد أكتر من المطارد نفسه، حتى لو المطارد ده ابتكر الطرق وحيل عشان خاطر يهرب من الشخص اللي بيطارده، لكن الأطفال كانت بتميل للشخص اللي بينقذه. يعني باختصار طبيعة البشر من الطفولة بتميل دايما للبطل، وبتميل دايما لتحقيق العدالة بشكل مستمر. كمان كتبت المحامية روبن روزنبرج في كتابها أبطالنا الخارقون هم نحن، قالت في كتابها إن قصص الأبطال بتساعدنا في التغلب على المحن والصعاب اللي بتواجهنا في حياتنا، وبتخلينا نستخرج منها عبر علشان نستفيد بيها وتزود خبرتنا في الحياة. كمان قالت إن في شيء كده مريح بنحس بيه من جوه لما بنلاقي بطلنا الخارق بيمر بيها، زي مشكلة مثلا عاطفية، حبيبته هجرته، كراش بتاعته زحلقته، ايا كان. لكن قبل ما اقول لك ازاي تكون باتمان، خليني بس اقول لك اشمعنى باتمان. باختصار كده، باتمان شخصية مستضعفة جدا، مر بظروف وحاجات صعبة جدا عليه لكنه قدر يقوم منها. باتمان يمكن معاه فلوس كتيرة جدا لكنه دايما في صراع داخلي مع وحدته، وعكس سبايدر مان اللي كان متذمر ونفسه حتى يجيب عربية لكنه كان عايش مع عمه. صحيح باتمان كان يقدر يجيب بدل العربية 1000 لكنه دايما كان وحيد، عكس سوبرمان اللي قصته غير واقعية ومش ممكن تحصل. انت كبني ادم عمرك ما هتطير وعمرك ما هتطلع ليزر من عينك، لكن ممكن تتعلم فنون قتالية وتكون شخصية زي باتمان. حتى في الكوميكس باتمان قدر ان هو يوقف قوة سوبرمان ويقف ضده ويحاربه. ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي شخصية باتمان مفضلة عن اي شخصية بطل خارق تاني هو ان ما بيتبعش سياسة الاكل. لكن عزيزي المشاهد، خليني اقول لك ان باتمان فعلا شخصية مأساوية جدا ومرت بظروف صعبة جدا. باتمان شاف ابوه وامه وهم بيموتوا قدام عينه وما قدرش يدافع عنهم. باتمان في واحدة من الكوميكس مات قدام عينه ومساعد روبن التاني وما قدرش ان هو ينقذه في خلال مواجهتهم للشر.
باربرا جوردن المساعدة المخلصة لباتمان اتعرضت للشلل بعد ما اتعرضت لطلق ناري من شخصية الجوكر في واحدة من الكوميكس، ويمكن دي من أهم أسباب كره شخصية باتمان لشخصية زي الجوكر، وسر من أسرار العداوة الكبيرة بينهم طول السنين دي كلها. لكن هل في ناس في الحقيقة اتأثرت بالأبطال الخارقين وقلدتهم وبقوا زيهم؟ خلينا أفرحك وأقول لك أيوة، في ناس عملت كده فعلا. الاولاني شخص عايش في مدينة سيدني وسمى نفسه الفار الاسود، وبيقول ان هو اتعلم كتير من الفنون القتالية، وبيدعي ان بدلته بتقدر تندمج مع الظل وتقاوم السكاكين والطعنات، وان هو عمل دوريات كتيرة جدا وساعد في ان هو يقبض على مجرمين كتيرة جدا. التاني مسمي نفسه كابتن استراليا، وتقريبا بيقلد كابتن امريكا بشكل كبير، وهو مقاتل مشهور بيلبس بدلة باللون الاصفر والاخضر. الشخصية التالتة فاسمه مستر اكستريم، وده عايش في مدينة سان دييغو في امريكا، وهو حارس امن بالنهار لكنه شغال مقاتل بالليل، وهو علم نفسه بنفسه شوية من الفنون القتالية، وبيلبس بدلة لونها اصفر في اسود لامع، وبيقول ان هو بيستخدم الصعق الكهربائي وشوية اسلحة كده بسيطة وبخاخ فلفل بيرشه في وش المجرمين. ويلا عشان اجاوبك على سؤال حلقتنا اللي انت مستنيه، هل انت تقدر تكون باتمان؟ تقدر تكون باتمان، بس هتحتاج شوية فلوس كتيرة اوي 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 اوي. بص، وانا هحسبها لك بسرعة كده وانت بشوقك شوف انت هتقدر تجيب الحاجات دي ولا لا. والله يا معلم، لو انت عايز بيت زي بيت بروس وين فانت محتاج حوالي 450 الف دولار، والكهف بتاع عمنا باتمان مش غالي قوي، يعني في حسبة 55 مليون دولار، والدرع اللي بيلبسه بيتكلف حوالي 300 الف دولار. اما الماسك بس لوحده اللي بيلبسه باتمان بيتكلف حوالي 3000 دولار. والعربية دي بقى حكاية لوحدها هتخش لها في حوالي 25 مليون دولار. ولو انت قدرت تجيب كل الكلام اللي فات فانت هيفضل لك الطيارة، ودي مش غالية قوي، تتكلف حوالي 50 مليون دولار او 60 مليون دولار تقريبا. اما بقى شوية الاسلحة الخفيفة اللي بيستخدمها وقنابل الدخان يعني مش غالية قوي، يعني للدرجة هتخش لها في حوالي 200 الف دولار. يعني يا معلم انت محتاج حوالي 200 مليون دولار عشان تكون باتمان. وخلي بالك في حاجات هتستعملها لمرة واحدة بس، وخلي بالك الحاجات دي باسعار سنة 2013، يعني اضرب مثلا الرقم في 2 او 3 ده اذا لقيت الحاجات دي اصلا موجودة في السوق. لكن خلي بالك في ادوات مجانية انت مش هتدفع فيها فلوس، زي القتال والسرعة والصبر والتحمل والذكاء. يعني شوية الحاجات دي كده لو معاك بالاضافة طبعا للفلوس فانت فعلا ممكن تكون باتمان وتكون بطل خارق للمدينة. لكن لو الحاجات دي مش معاك فانا انصحك تشيل الفكرة من دماغك اصلا. عزيزي المشاهد، الموضوع محتاج وقت وتدريب ومجهود، محتاج تشغل مخك حبتين 3 4 وتكون دايما جاهز لأي طارئ ولأي ظرف. لكن على فكرة في حاجات لو عملتها فعلا هتكون بطل خارق. اتعلم شوية فنون قتالية زي الكاراتيه زي التايكوندو، خلي دايما عندك مبادئ وحارب علشانهم، خلي عقلك دايما هو سلاحك الحقيقي، ما تستناش درع كابتن امريكا ولا بدلة باتمان، صدقني انت مخك اقوى من كل الحاجات دي بكتير. ساعد الناس دايما، خليك جنب اي حد محتاج مساعدتك في اي وقت وتحت اي ظرف. عزيزي المشاهد، ممكن ميكونش عندك الوقت والامكانيات ان انت تكون باتمان، فعلا انت محتاج ملايين الدولارات عشان تكون باتمان، لكن صدقني انت مش محتاج اي اموال عشان بس تكون انسان. في النهاية لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب. اشوفك في الحلقة الجاية، شكرا. ضوء لمع وسط المدينة، رسم نداء لمنادينا، حين يبدو ويختفي حين تلك إشارة باتمان.